تفاصيل جديدة حول جريمة قتل عائلة كاملة في بغداد. مساء الخير عليكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت قيادة شرطة الرصفة في بغداد يوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة حول مقتل عائلة كاملة مكونة من 8 أشخاص. وقالت القيادة في بيان: بعد أخبار ورود حادث قتل ضمن منطقة الصدر شرقي بغداد، توجهت شرطة القيادة المتمثلة بمركز الشرطة إلى محل الحادث، وتبين قتل 3 أشخاص، امرأة وطفلتين، وتم تشكيل فريق عمل متكامل. وبعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة، تم الوصول إلى القاتل والذي يسكن منطقة الحميدية، حيث توجهت القوة إلى محل سكناه ومداهمة الدار بعد أخذ الموافقات القانونية والقبض على القاتل وعلى زوجته القاتلة. وذكرت القيادة أنه لدي تفتيش الدار تم العثور على 5 جثث تعود لنفس العائلة للمجني عليها، ليتم القبض على جميع أفراد العائلة المتواجدة داخل الدار. وتم التأكيد أنه عند التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم باستدراج الضحية وقتلها مع 4 من أطفالها داخل دارهم، ومن ثم التوجه إلى دار الضحية وقتل بقية أفراد العائلة المتكونة من طفلين وعمتهم. وكان الغرض من ذلك هو وجود مبالغ مالية بذمة القتيلة، وأيضا لسرقة الأموال داخل بيتهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عارفين حصل ايه في الدنيا، ربنا ينتقم من كل ظالم، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله لو في اي جديد في هذه التفاصيل هنوفيكم باذن الله. دمتم بامان الله والى اللقاء، والسلام عليكم متابعيني الكرام.